رجاله النادي الاهلي اللي كانوا في حرب ما كانوش في ماتش كوره. اللي حصل في المغرب ده اقل ما يقال عنه ان هو فضيحه، قله ادب ورمي ازايز على اللاعبين، وتوصل بيهم ان هم يرموا سكينه معجون آلة حاده يحولوها لاداه انتقام. على فكره انا عايز اقول لكم ان اللي حصل ده مش عشان الاهلي يكونوا كنادي او كفريق كوره، لا، اللي حصل مع الاهلي ده حصل عشان لعيبه مصريين. الغل والحقد من مصر بقى في كل شيء، لدرجه ان هو بقى يظهر في الملعب ويرموا آلة حاده على اللعيبه. تقول لي يا عم احمد ده من الجماهير، ما تكبر دماغك شويه، اللعيبه اللي في الملعب مالهاش ذنب. لا يا حبيبي، ما هو لما لعيبه الاهلي جريت عشان توري الحكم وتوري الكاميرات سكينه المعجون اللي اترمت عليهم، جري لعيبه النادي المغربي عشان يخبوا الفضيحه، بس الكاميرات صورت كل حاجه. هل بقى هيتم تطبيق عقوبه من الاتحاد الافريقي على النادي ده وعلى جماهيره، ولا يكتموا على الموضوع ويتغاضوا عن الموضوع زي ما عملوا في جائزه الكره الذهبيه الافريقيه وسرقوها من محمد صلاح لصالح المغربي اشرف حكيمي؟ اللي حصل ده بيوضح لك ان الحقد على مصر مش بس موجود على السوشيال ميديا، لا، بيظهر في تصرفات الجمهور والشعوب اهو. طبعا هنا انا مش بعمم، في ناس مغاربه محترمين، انا اقصد هنا اللي بيحصل منهم التصرفات ومش بعمم على الكل. عموما الحمد لله على سلامه اللعيبه، سلامتهم اهم من كل شيء.